في سنة 22 اتعملت دراسة على لاعبي الامريكان فوتبول عشان يشوفوا الفرق بين تأثيرات اللعب على ملاعب النجيل الصناعي او الترتان مقارنة بالنجيل الطبيعي، ويشوفوا اثر ده على الاصابات الرياضية، والنتيجة كانت صادمة. الدراسة لقت ان اللعب على ملاعب النجيل الصناعي بيزود اصابات الاربطة والغضاريف بنسبة 27%. يعني احتمال تعرضك لقطع في الرباط الصليبي او اصابة في الرباط الصليبي بتزيد بنسبة 27% لما تلعب على ملعب ترتان. مش بس كده، لقوا كمان ان الاصابات العضلية اللي بتاخد اكتر من اسبوع للعلاج زي الشد والمزق بتزيد بنسبة 65%. فمش غريبة انك كل اسبوع عندك مزق في الضمة، لا مزق في الخلفية، لا مزق في الامامية، لا رجلك شد عليك. احنا هنا بنتكلم على ملاعب الامريكان فوتبول، ملاعب مطابقة لمواصفات قياسية امريكية، مش ملاعب النجيل والترتان اللي احنا بنلعب عليها هنا. شوف انت بقى الفرق.